سلام البنات، ان تكونوا بخير. اليوم جبت لكم الوصفه تاع لامونا، حاجه سهله وخفيفه. عندي كاس حليب دافي، كاس ماء دافي، نص كاس زيت، عندي 5 مغارف سكر، اللي تبغي الحلاوه تزيد. عندي نص مغرف كبيره تاع خميره تاع الخبز، ونخلط مليح مليح. ونزيد هذا العطر تاع الزبده اللي يعطي نكهه شابه في لامونا، والزاز تاع قارص. عندي حبة تاع بيض كاملة، ونضرب مليح باه يندمجوا المكونات. عندي لافاني والقرصة تاع الملح. نبدأ نلايم في العجينة، نحط الفارينة، نبدأ نزيد غير بشوية. كم عارفين الفارينة كل وحدة وفارينتها. المهم العجينة ما تجيش يابسة، تجي شوية، تجي خفيفة وتجي تلصق كيما تاع البريوش. هنا مازالت خاصتني، نزيد نلايمها مليح. دوك نوريكم القوام. وهنا نخليها تخمر المرة الأولى، ونخدم الكريمة. عندي 2 كيسان حليب، حبة بيض، 3 مغارف سكر، اللي تبغي الحلاوة تزيد، و2 مغارف تاع مايزينا. وهنا بارد في بارد، نخلط بارد في بارد. عندي عطر الليمون، ونزيد مغرف صغيرة تاع نكهة الزبدة ولا عطر الزبدة. هنا بعد ما خمرت المرة الأولى نعاود نخسر لها الخمور. شوفوا الكريمة كيفاه وجدت. هنا نورمالمون نزيد لها مغرف زبدة، اني عاودت لكم المقطع. مغرف صغيرة تاع زبدة، ونغطيها ونخليها تبرد. وهنا خمرت لي لا دوزيام فوا، زدت 3 مغرف صغيرة تاع زبدة، بس كنا دايرين الزيت في لاباط. شوفوا كيفاه ندخلوا ديك الزبدة مليح في العجينة. هي تبدا تقطع وكاع، مي ما تخافيهاش، هذيك هي خدميها غير شويه شويه تدخل في العجينه. وهذه هي التخميره الثالثه. ونبدا نقطع في الليمونه تاعي في العجينه. هنا نشكل كويرات صغار، ولا تبغي ديريها خبزات كبار، يعني تقسمي عجينه على 2، ديريها خبزه كبيره، 2 خبزات كبار. انا فضلت نديرهم انديفيديوال، هكا جاتني سهله. هكا نقسم ونديرهم كما تاع المسمن، خبيزات غير صغار. نزيد نخليهم يخمروا شويه في السنيوه، ماشي بزاف، قد ما نوجد الفور ونسخن الفور تاعي. ندهن من الفوق من بعد اللي يريحوا ندهنهم بالصفار البيض مع شويه تاع قهوه. هكا ندهن من الفوق، وغير من الفوق البنات ما تبزقوش عليهم ما يروحوا لهمش الخمور. ونحكم الكريمه تاعي، نعاود نضربها باسكو جمدت. هنا نصوبودري لامونات تاعي بالسكر كلاص، هكا بتجيني الحلاوه معتدله. والمقطع كيف حشيتهم بالكريمه نورمال. حلي الحبه على قسميها بالموس وعمريها بالكريمه. المقطع نحذف لي، جات خفيفه البنات، والعجينه جات خفيفه مش ثقيله. وديك الكريمه زادت لها بنه، فيها البنه تاع ليمون. شوفوا حاولت نوري لكم العجينه كيفاه جات خفيفه.
تحضريها حاجة خفيفة ديريها لقهوة العصر لوليداتك ولا لخاوتك ولا حتى لروحك وعلى هلالة. نتمنى تعجبكم الوصفة تاع اليوم، ونلقاكم في فيديو آخر. ما تنساوش تدعموني بالبارطاج والجيم. سلام.